الأمور وطالت الأمور هناك طرف، وهذه أنا أعترف فيها لأنه أنا أتكلم في هذه النقطة ليس بصفتي معارضا ولكن بصفتي مراقب وبصفتي ناشط حقوق الإنسان. معارض موضوع آخر. هناك خط سلفي بدأ يدخل على المظاهرات بقوة. لماذا؟ لأن الأمور طالت. أنا شاهدت أشرطة من درعا وهذه سأقولها مخزية. أول أمس وصلتني أحد خطباء الثورة. هناك تيار ديني داخل الحركة الشعبية في سوريا وأصبح قويا للأسف خلال الأيام الأخيرة بسبب طول الأحداث. يعني مخزي هذا الشريط. هو يسمونه بعض التيارات الإسلامية يسمونه أحد خطباء الثورة يعاهر النساء الدرزيات ويصف قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باصر الأطرش الذي أعتز به وجزء من تراثي الوطني كمواطن سوري، يصفه باللص وأنه سرق الثورة. إجمالا هناك هذا خطير. قفز على احتجاجات. نعم هناك تيارات بدأت تركب الانتفاضة الشعبية في سوريا وتيارات خطيرة جدا. هذا الشريط الذي رأيته مخيف بصراحة، مخيف. طيب أليس في ذلك ما يجعل كلام السلطات والنظام السوري منطقيا في مسألة الفوضى التي من الممكن أن تكون؟ أرجو أن لا نخلط بين أمرين. أرجو أن لا نخلط بين تيار سلفي مدني وهو تكفيري في الكلام وتيار سلفي مسلح يحمل السلاح. التيار السلفي التكفيري رأيته بعيني وسمعت ما يقول وهو كلام خطير جدا، لكني لم أرى التيار السلفي المسلح. رأيت هذا. أنا أريد أن أرى التيار الآخر. تفضل أستاذ.